حنا ما درناهاش بصح جاتنا على الكوسو. حنا الشواكر تاع افريقيا مليح هكذا. انتم كان ما يعجبكمش هذا، يبقى حنا الشواكر تاع افريقيا. تحبوا نهضروا معاكم بلغه واحده اخرى نهضروا، هي لغه الواقع ولغه القانون ولغه الدبلوماسيه. الجزائر ما عندها حتى علاقه بما حدث في مالي. في 10 افريل 2026 جمهوريه مالي سحبت اعترافها بما يسمى الجمهوريه العربيه الصحراويه الموجوده في تندوف. اليوم صباحا استفاقت مالي على هجمات غير مسبوقه وصلت الى السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين الأخوان والأخوات؟ نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتنا وقناتكم. عندنا مجموعة ديال الفيديوهات بما هو سياسي أو اقتصادي أو رياضي. ما نطولوش عليكم، تابعوا معنا في هذا الفيديو هذا وفرجة ممتعة. محيط الإقامة الرئاسية لعاصمي غويتا. ديت المعلومة تاع وقتاش اوكي ملف الحكم الذاتي. انا شوقي، انا خويا في النقاش لا انا في لا في النقاش معك. لا باسكو بنت لي شويه حصلت، حبيت نخرجك من الحصله برك باش لا سألتك مباشرة شوقي، سألتك مباشرة وكي جاوبتني قلت لك دائما ما أنا هكذا نسألك تجاوبني نقول لك وي شكرا على المعلومة. خلاص القول، الجزائر كطرف ملاحظ. انت كي تقول سويسرا تدعم مغربية الصحراء وصفعة للنظام الجزائري، كيفاش صفعة للنظام الجزائري بما ان سويسرا راهي دعمت مغربية الصحراء؟ ولو انك تقول على بعض الدول دعمت مغربية الصحراء أو في القرارات تاعها شويه ضبابيه، كاين شويه ضبابيه مثل فرنسا مثل اسبانيا، ما كانش هكذا شغل كاريمون تصريح مباشر هكذا. حميد شفت علاش سميتك حميد الخراط؟ باسكو حميد راك ناس ملاح، ما تهزاش مني كيفاش يقولوا المغاربه، ما تهزاش مني قله الصواب بصح. دركا نتايا قلت فرنسا الموقف تاعها ضبابي، الموقف تاع فرنسا شكون قال لك بانه ضبابي؟ ما كاش تصريح مباشر هكذا، عندك تصريح مباشر هكذا، دعم مباشر شغل. اصبر حميد، انت حميد الخراط بصح. دركا سالت سؤال مليح، اصبر تشوف. تصريح مباشر دونك شكون السلطه انت اللي تاخذ بها في فرنسا كممثل للدوله الفرنسيه؟ الخارجيه الفرنسيه. وشكون اكبر السلطه العليا في البلاد؟ وين في فرنسا؟ قصر الشانزليزي. دونك ماكرون. Tout au long des décennies passées, le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. حاضر ومستقبل الصحراء الغربية هو في إطار السيادة المغربية. على بالك واش قال برك حميد؟ نقول لك برك حاجة، نعطيك معلومة نزيدها لك، هذه بونيس من عندكم انت ناس ملاح. انه عميد مسجد باريس في هذا كومبليمون دونكيت حصة فرنسية اللي داروها وقال فيها أمير ديزاد على تبون بأنه مارق انفوايو. قال عميد مسجد باريس بانه لما ايمانويل ماكرون اخبر عبد المجيد تبون بانه فرنسا ستدعم مغربيه الصحراء، قال عبد المجيد تبون لايمانويل ماكرون: اذا قمت بهذا الفعل انتهى الامر بيننا، سي فيني اونتر نو، كما تقول الزوجه لزوجها والعشيقه لعشيقها والخليله لخليلها. هذا قولك أنت شوقي، قول عميد مسجد باريس اللي التقى عدة مرات مع عبد المجيد تبون.
التعبير المجازي هذا تاعك، الخليلات ولخليلها والخرطي هذا تاعك انت. لا انا شويه اليوم شفت قناه الجزائر الدوليه تحكي على مشاعر المغاربه وكذا، اليوم راني عندي فائض في المشاعر والاحاسيس والعاطفه. كاين واحد الدوله من داك، دير الخريطه تاع المغرب مبتوره، واحد الدوله راهي علاقات مليحه وتطبيع، من داك دير تصور الخريطه مبتوره من الصحراء الغربيه. وكيفاش شوقي؟ شكون هذه؟ اسرائيل؟ وي ما تعرفهاش شوقي؟ إسرائيل؟ ما تعرفهاش يا وي مسيو، راك تعرفها، كيفاش ما تعرفهاش؟ انا برك واش دار نتنياهو شو جاوبتني على نتنياهو نهار هز على بالك المره الوحيده اللي اعتذر فيها نتنياهو في السنوات الاخيره هي للمغرب. بصح الخريطه مبتوره ماشي خطره ماشي زوج في التلفزيون الرسمي تاعهم. لا لما نتنياهو رفعها، لا نتنياهو على سلطه في البلاد، يعني ارتزوغ الرئيس راهو ما عنده سلطه رمزيه فقط. رفع الخريطه في قناه فرنسيه ومن بعد اعتذر مباشره للعاهل المغربي في تغريده ماشي باتصال ولا، وكان بيان رسمي كاينه تغريده فيها اعتذار. فيها كاينه تغريده فيها اعتذار شوقي. فيها نعم فيها اعتذار وكان بيان من المكتب تاع الوزير رئيس الحكومه، يعني اللي وضح انه كان الخطا لانه لم يكن هناك تحديث في الموضوع هذا. درك انت دعيت بانه اولا فرنسا موقفها ضبابي يا سي حميد، حددنا بانه موقف فرنسا ماهوش ضبابي صح؟ وي قلت لي وي جبت لي لا ديكلاراسيون وي انا نجيبك بالدليل. دونك وحددنا بأن المواقف تاع الدول الان كلها تميل للطرح المغربي. ولماذا الجزائر؟ معناتها اذا انت قلت لي احنا واش دخلنا في سويسرا لما مثلا تعترف بمغربيه الصحراء ولا تدعم مبادره الحكم الذاتي، ممكن تقول لي مال علاش سحبنا السفير تاعنا من باريس لما فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء؟ علاش سحبنا السفير في اسبانيا لما اسبانيا دعمت مبادره الحكم الذاتي؟ علاش درنا بيان لما بريطانيا دعمت مبادره الحكم الذاتي؟ وعلاش اليوم صارت لا توجد بيانات حول الموضوع؟ بريطانيا دعمت مبادره الحكم الذاتي شوقي. ماشي دعمت برك، دعمت العام اللي فات، السنه جددت. علاش هذه سياسه خارجيه تاع الجزائر؟ الجزائر كبلد سيادي، الجزائر بلد سيادي. لا شوقي، الجزائر بلد سيادي. الجزائر بلد عنده سياده ولا ما عندوش على روحه الجزائر ولا ما هو البلد السيادي يا حميد؟ البلد السيادي شوف، هو التعريف تاع البلد السيادي يشمل، نقدر نقول لك عده مجالات. مثلا زعما نروح لك في واحد الجانب، زعما الجانب الاقتصادي، زعما بلد ما عندوش مديونيه بلد سيادي، بلد حدود تاعو محميه بلد سيادي. اوكي، معناتها فرنسا التي هي بلد عنده مديونيه كبيره ليس بلد سيادي. ما تهضرليش شوقي، ما تهضرليش على لي بويسونس مونديال. لا شوقي، لا يكزيستي القويه كل الضعيف. عاودين عند الشيطان تسمى الولايات، اسمع بالمنطق تاعك، الولايات المتحده الامريكيه ماهيش بلد سيادي. اليابان كتبوا استقرار المنطقه، الزياره تاع لوندا واللي راح نتكلموا عليها بطبيعه الحال لما الايام القادمه. لكن هذا هو الوضع. بالاضافه باش تفهموا باللي كل شيء في البلد هذا اللي صار جعله النظام مزبله كبرى يدور حول هذا الموضوع. تعرفوا انه ايضا منذ ايام كانت المساله هذه جماعه، نحاولوا نوصلوا ل 400,000 فقط، 400,000 في الضرب على الشاشه، ونفتحوا المجال الى بعض المداخلات اذا تيسر الامر. نزيدوا برك نثبتوا مع الجيران في يوتيوب اذا كل شيء على ما يرام مليح. 5/5. شكرا لكم انكم تاكدوا لي مره بين الفينه والاخرى بانه كل شيء على ما يرام في اليوتيوب ايضا، لانني عندي الشاشة الأمامي، يعني أني نشوف تعليقاتكم أيضا في اليوتيوب، فأتمنى أنكم مرة على مرة تأكدوا لنا أنه ليست هناك إشكالية. قلت لكم قبل فقط ما نوصلوا 400,000 على السريع اليوم، قبل اليوم
اسكو عندي التصريح، ولو انه ماشي مشكل، باسكو حاب ننقش شويه من المقاطع هذه. كل مره يجي لي تبليغ رئيس الدولة. أعلنت جمهورية مالي اليوم أنها قررت سحب اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، وذلك بعد تحليل عميق لهذا الملف الذي وصفته بالهام، والذي قالت إنه يؤثر على السلام والأمن الإقليميين. وقد تم التعبير عن هذا الموقف في إعلان للحكومة المالية تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبد الله ديوب عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون. هذا كان في منذ أسبوعين في 10 أبريل 2026. وعند كتب لي لوكو. واش معناتها لوكو؟ هذه كلمة جديدة ما نعرفهاش، لا سبا كتب فيا. قلت لكم بأنه في 10 أبريل 2026 جمهورية مالي سحبت اعترافها بالوهم المسمى مهبول، مختل عقليا لوكو. بالإسبانية لا، أوكي، نتعلم منكم ومعكم. ساعة بالسبان تاني، دوكا نتعلموا السبان تاني معكم، ما عليناش، معليش. دونك قلت لك القائد تاع المرحلة الانتقالية في مالي. العملية لماذا هي غير مسبوقة؟ لأنه ترسخ التحالف بين ما يسمى بحركة تحرير الأزواد وأيضا الFNLA، حركة الدفاع على الإسلام والمسلمين، اللي هي حركة جهادية تابعة لتنظيم القاعدة. معناتها حدث التحالف بين الاثنين. تم الهجوم على مدينة كيدال اللي استولى عليها الكبابيين، وثم توجهوا إلى نحو باماكو. معناتها هجمة غير مسبوقة وغير متوقعة من طرف السلطات الأمنية في مالي. تعرفوا بأن مالي تمر بمرحلة جد صعبة. الشيء الأكيد أنه يعني العلاقة بين الحدثين لا نقاش فيها. معناتها أنه عندك نظام جزائري أصلا متهم من طرف مالي مرتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم الكباب في شمال مالي. تتذكروا القضية تاع الكولونيل مايغا اللي أطلق خطابات نارية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا القضية موثقة حول احتضان الجزائر لإياد أغالي. إياد أغالي اللي هو يعني رمز للحركات الكبابية وللقاعدة في مالي، لدرجة أنه في سنوات 2014 2015 الجزائر وفرت حماية لإياد أغالي اللي كان يدخل للأراضي الجزائرية ويتمتع بالحماية لما كانت عملية ماشي باركان، وقتها كانت عملية سيرفال لما دخلت فرنسا سنة 2013 من أجل إنقاذ الحكومة المركزية في مالي بعدما حوصرت من طرف الكبابيين القادمين من الشمال. معناتها الدعم النظام الجزائري أيضا لحركة تحرير الأزواد خصوصا مؤخرا صار لا غبار عليه، لأنه أصلا هذه الحركة في مرات عديدة يشكر رموزها وقيادتها النظام الجزائري. معناه مباشرة بعد مالي غيرت موقفها من قضية الصحراء المغربية، لأن النظام الجزائري خصوصا في إفريقيا عنده إشكالية من الدول الإفريقية التي تغير موقفها، لأنه إفريقيا هي آخر أمال النظام الجزائري راح نقول في الملف هذا، ولو أنهم يعرفون جيدا أنه لا أمل فيه، لكن ما تبقى لهم هو بعض الدول الإفريقية التي لا زالت تدعم هذه الأطروحة. كم شفتم مع ناميبيا مثلا كيف قدم مستشفى مجانا لدولة ناميبيا التي عبرت مؤخرا عن تجديد دعمها للجمهورية العربية الصحراوية. معناتها هذا هو القضية. ولما يعني نظام سرطان شمال إفريقيا بامتياز، يعني لا مصطلح آخر من غير أنه سرطان شمال إفريقيا. هذا هو المصطلح الوحيد الذي ينطبق على النظام الجزائري. جماعة فتحوا المجال في الملف اللي يدور حول موضوع الصحراء هذا. دائما ممكن القضية إذا واحد يقدر يشرح لي أيضا هذه تاع
لماذا الإعلام الرسمي الجزائري متمثلا في آل 24 يجي يتكلم على ما حدث في مراكش، ويجي يقول لنا بأنه هدم بيت هدم مسجد يعني في الدار البيضاء من أجل أنه يعوض بمعابد يهودية، رغم أنه هذا غير صحيح. وحتى لو صح الأمر يعني أنا لا أرى إشكال في بناء معابد يهودية، العكس هذه صورة للتسامح. لكن هذا هو الوضع اللي وصلنا إليه في المزبلة الكبرى المسماة اليوم الجزائر تحت حكم النظام الجزائري. الكيت ضروري إجباري، لا نقاش لا جدال فيه، تكون مع الأم مع الأخت مع الزوجة الكريمة مع من شئت، كل واحد يغلق على روحه في الغرفة، يستعمل السماعات تاعو ويقدر ينصت إلى ما سيأتي من بعد. شكرا لكم جزيلا. الجهة الأخرى أعطوني ثواني فقط. يوتيوب 5/5 راكم 4100 شخص. أتمنى أنكم تتفاعلوا أيضا مثل زملائكم في تيك توك. تيك توك راهم ناشطين يعني رغم قلة عددهم مقارنة بكم. اصبروا تجيني فقط القائمة اللي درتوا طلبات. إذا اختفت طلباتكم تعودوهم رجاء، لأن في بعض الأحيان أضغط خطأ على الزر هذا وأنا حاب نضغط على الزر الآخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بن زهرة شوقيته. على ما أظن. أنت جزائري ولا؟ شوف أنت. على باليش راني نسقسي فيك، أول خطرة ندخل اللايف تاعك. أول خطرة تدخل اللايف تاعي؟ إيه. متأكد؟ متأكد. على بالك باللي عندي الوقت تاع المشاهدة تاع الناس اللي طلعوا؟ على باليش. دونك ماشي أول مرة تدخل؟ أول خطرة قلت لك نشوف ندخل اللايف تاعك. مي شايفه من قبل؟ شايفه من لا قبل. لا أول. إيه فات عليا. إيه فات عليا. هو برك باش نقول لك حاجة صديقي، ما عنديش قدرة أنني نشوف وقت المشاهدة تاع أي شخص، فقط من صوتك عرفتك بأنك لا تقول الحقيقة. والله لا نقول لك الحقيقة، أول خطرة ندخل عندك طلع عندك. لكن بعد قلت بأنه راك شايف من قبل. شايفه إيه شايفك من قبل، بس على باليش وش كنت. دائما نقول لكم الجزائري عنده الوحيد، شوف فوق وجه الكرة الأرضية اللي عنده القدرة يكذب لك في وجهك هو الفرد الجزائري. وأنا من الصوت نعرف الجزائري كي يكون يكذب. وش كذبت وش؟ ما عليناش، من الناس كامل شافوا اللقطة اللي صرات وما حدث. ما كان والو ما صار. هل تريد هل عندك نقطة حاب تناقشها أم لا؟ ما على باليش هذا وين دخلت قلت لك. دونك انت دخلت على اساس كنت ما تعرفنيش، من بعد قلت باللي راني شايفك. والمشكل قريت انا الموضوع برك، سويسرا تدعم مغربيه الصحراء. درك تسمع جزائري ديجا لاباس. هذا هو راني بديت نقرا ونشوف مليح. هذا هو واش رايك في الموضوع؟ سويسرا تدعم مغربيه الصحراء. دعم على روحها، الله يسهل. وانت واش تقول؟ هذا هو المداخله تاعك، الدعم على روح الله يسهل. الله يسهل عليها، انا كجزائري الله يسهل عليها. والولايات المتحده الامريكيه وامريكا الله يسهل عليها كي تدعم، وفرنسا الله يسهل عليها، واسبانيا الله يسهل عليها، صح؟ اي دوله الله يسهل عليها. وعلاش سحبنا السفير الجزائري من فرنسا كي دعمت مغربيه الصحراء؟ وين تصرت هذه؟ في 2024. ما الله ما على بالي. دونك ماشي الله يسهل عليها. فرنسا من بكري عدوها. واسبانيا كي دعمت مبادرة الحكم الذاتي في 2022 سحبنا السفير. اسبانيا عدوة؟ لا نورمالمون عندنا علاقات مليحة معها. وعلاش سحبنا السفير من هذاك الوقت كي دعموا مبادرة الحكم الذاتي المغربية؟ معناتها تكلموا على الصحراء المغربية، معناتها ماشي الله يسهل عليهم صديقي. نورمالمون والله ما على باليش هذه الاحداث اللي صارت مانيش متبعها.
البوليساريو وين راهم خو؟ تعرف البوليساريو؟ سامع بهم من قبل ولا ما لا تعرفهم؟ نعرف. اسمع قول. وين راهم؟ ما رحتش ما شفتش راهم فين بالضبط. وش من بلاد راهم؟ مع الحدود الجزائريه المغربيه نورمال. معناتها راهم خارج الحدود بين الجزائريه موريتانيا جيران. بين موريتانيا والجزائر والمغرب نورمال. لا خويا راهم في تندوف. ما شفتهمش انا. تعرف الرابوني؟ سامع بالرابوني؟ الرابوني نو ما شفتهمش. وين المخيمات وهذوك في الجزائر، وهما بسلاحهم داروا استعراض عسكري المره اللي فاتت في الجزائر. ثم تابع الجزائر هذو راك تقول. البوليساريو راهم فوق اراضي جزائريه. على باليش هذه المعلومه عشان نسمعها من عندك. دونك الملف انت مش عارف أنا- به، ما تقدرش تناقشني فيه. نو ما على باليش. شكرا لك اخويا. شكرا صاحبي. شكرا صح. ما تقولوش برك هادي تاع ما نعرفش وكذا وانت واش من جنسيه، وهذه تما واحد كيكون يقولش في الحقيقه نعرفو صراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام عصام. كي داير شوقي خويا؟ لاباس عليك؟ لاباس خويا. من المغرب خويا؟ خويا من المغرب، واحد شويه في الجزائر. اول مره تتابعني ولا ما متعود؟ خويا شوقي واحد المده تاع شهر وانا نشوف فيك، وانا من المعجبين تاعك. لا تعرف يعني اذا مده 10 تتابعني تعرف الظروف تاع اللايف، الاطار تاعي في اللايف. وي بيان سور بيان سور. وعلاش طالع خويا؟ طالع باش نسلم عليك خويا ونقول كلمه نتاع الحق. واش نستفاد انا كي تسلم عليا؟ انا غادي نقول لك خويا شوقي، انا واحد الحاجه راه ديرونجيني في خوتنا لي زالجيريان. انا جدي بواحد الناس. كي نطرح لك سؤال، كي على الاقل نعطيك المساحه واسائلك. يا اخي دركا انا ما نحبش نظلم الناس. لما نطرح لك سؤال اذا راك تتابعني من قبل، لو كان تقول لي المره الاولى نقول لك خويا معليش ماشي مشكل تفضل، او راهم يشرحوا لك مثلا في التعليقات، او نعطيك الاطار تاع البث. لكن راني قلت لي راك شهر وانت تتابع فيا وتعرف الاطار تاع اللايف وحاب تسلم عليا. لو كان نفتح المجال للناس تسلم عليا نوليو نسلموا على بعضنا. ماذا ستستفيد الأمة من أننا نسلموا على بعضنا؟ ولا شيء. تو سامبلومون. علاش أنا نحترمكم نعطيك ما نحبش نظلمك ما نحبش نقيسك؟ علاش لازم واحد قاعد يقول لك راك تقول لي راك شهر انت تتابع فيا شهر كامل؟ علاش تحطني في موقف نتصرف معك التصرف هذا؟ لماذا؟ وش الفائدة؟ من غير انك تزعجني وتحطني في موقف لا اريد ان اكون فيه، ونزيد نتجرح لك. واحد كتب بالمشاعر نجرح لك المشاعر تاعك والمشاعر تاع المغاربه، باسكو التلفزيون الجزائري وقناه 24 والله نورمالمون. خويا اذا جرحت لك المشاعر تاعك سامحني، راني نسيت والله، غير نسيت ندير التحديد. افيكتيفمون كيفاش قالوا بعد قناه 24 دقيقه، والله غير غلط. اول مره صراحه دوكا تكاكيت مع روحي حول مسعى المخزن لطمس الطابع الاسلامي لهذه المعالم الدينيه مقابل السماح باستفزاز مشاعر المغاربه. اتمنى اني ما نكونش استفزيت مشاعرك يا صديقي المغربي. قناه 24 والاعتذار تاعي راه من باب السخريه فقط، راه من باب التهكم فقط. استفزاز مشاعر المغاربه تبقى فريمون حاجه تبقى في التاريخ. ويجيو دركا بعض الناس من نفس النموذج كي تصرى لقطه كيما هذه يزيد العدد، يكون كلش بيان. بعد يجيو ناس يحبوا نتصرف معهم بنفس الشكل، مازوخيه سميوها كما شئتم، جو سي با كيفاش نسميوها. الله المستعان. لا 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 هذا ماشي تاعو. لهجة أنا أعرفها. مساء النور. مساء الخير.
مساء الخير. واش راك شوقي لاباس؟ والله غزال معليش نقبلها الخراطي. منك شوقي. ما انت واحد منا شوقي. راح تراش. انت تقول لنا انا قريت علم المصطلحات، انت تقول لنا انا قريت علم المصطلحات، انت قال لك واحد خيانه خاسئه، قلت له واش ما عندها خاسئه؟ شفنا شوقي في اللايف تاعك خاسئة قال لي خاسئة صح؟ خيانه خاسئه، قلت له واش ما عندها خيانه خاسئه؟ انت قارئ علم المصطلحات ما شوقي. نقدرش نعرف المصطلحات كامل بطبيعة الحال. أنا سألته ما تهجمتش عليه هذاك النهار، وأظن أني لم أجد الكلمة بالاستعمال اللي لا استعمله لا هو. نسيت والله نسيت. لا شوقي، ماشي على تهجمت عليه، ماشي على تهجمت عليه. انت هو قال لك خيانه خاسئه، شغل انت تهكمت عليه، ومن بعد كي رحت للمرجع، كي رحت للمرجعيه تاعك صبتها تكزيستي. وي ما تهكمتش عليه، استوقفته باش يعطيني الكلمة. هي أصلا خاسئة، وتذكرت أنه قال على ما أظن خاسئة ولا هي خاسئة، وأصلا ما تستعملش في السياق هذاك بالشكل هذا. ما هي الكلمة موجودة حقيقة. نورمال، معليش شوقي، تقبلنا، على بالي بلي تقبلنا، مالغري خراطين تقبلنا ونحترموك، وهذا هو المهم. انا ما عنديش شوقي مشكل مع انا اللي يخرط، عندي مشكل فقط مع الانسان مش محترم. انا حق الجزائري في الخرطي مكفول، برك ما نخليش، لازمني نصحح له، لازمني نعاود نوجهه فقط. بيان سور انا كي نغلط وتصحح لي مقبول، نقبل ونقول لك بارك الله فيك من الفوق. شوقي تفضل صاحب المقدمات الطويلة والعريضة إذا حاب تناقشنا في موضوع. ناقشك في موضوع دا، حبيت نزيد لك برك واحد القوس صغير. انت دوك كي يطلعوا معاك الجيران تحبطهم، ما تقبلش، ولكن في نفس الوقت تطلع في لايفات واحده اخرى تاع الجيران وتطحن كما تقول انت، تزعم انك تطحن الورك انت ما تطحن ما والو. شوقي شغل نورمال عادي. اولا انا ما تونس نطلعش في انا ما نطلعش في لايفات لا تاع الجيران لا تاع جهه اخرى. انا نطلع في لايف واحد مغربي محدد لاسباب، لانه عندنا واحد القاسم المشترك، وهو البث المباشر الوحيد المغربي اللي ربما نقدر نتكلم فيه، واللي هو مخصص للشأن الجزائري. لانه انا بالنسبه لي للمغاربه الحق في الخوض في الشأن المغربي، بحكم انه اليوم التلفزيون العمومي الجزائري وصل لدرجه انه يحكي على الشعب المغربي. اما البث تاعي فهو ليس من باب انني اريد منع المغاربه من الكلام في الشأن الجزائري، فقط في البث تاعي انا الاطار الذي احدده لا يعني المغاربه، يعني فقط الشعب الجزائري او شعوب اخرى من دول اخرى. في بعض الاحيان نستقبلوا توانسه من قبل، من ليبيا، من تشاد، من السعوديه، من لبنان وغيرهم. هذا فقط لاني ما حبش ندخل في اطار هذاك الصراع الجزائري المغربي اللي هو اصلا امر لا موثق بالقنوات الرسميه. شفتك في دو لايف ديفيرون شوقي، شفتك في دو لايف ديفيرون، شفتك مع هذاك اللي كان في دبي، وشفتك ريسامون في واحد اللايف واحد اخر. ما يهمش معليش، انا نقول لك برك شوقي. المهم لايف واحد تدخلوا فيه بشكل يعني تسمع مثلا عده مرات وكلش، قلت لك هو الوحيد اللي فيه الاطار اللي يناسبني انا فقط. هذا لا يعني بانني اقلل من اي شخص ولا حاجه، هذا اختيار. هذا اكيد اختيار وحقك ورائد تختار. راهو جزائري، نقول لك اذا كنت تقصد رائد راهو جزائري. لا ماشي رائد، ماشي ادريس العلمي. شتك ادريس العلمي كي كان في دبي، ادريس العلمي كي كان دار لايف في دبي مره واحده حقيقه. صح، ولو انه ما نذكروش الاسماء عندي، اخر مره تذكر اسم عندي، لكن حقيقه دخلت مره. اسمح لي. تفضل دركا في النقاش. كملنا المقدمه. سويسرا تدعم مغربيه الصحراء. بصح كاين بزاف اللي يدعموا مغربيه الصحراء، اللي دعموا الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه. انت كنت قلت اللي طلع قبلك هدايا، انت كنت قلت هذا الحكم الذاتي وقتاش كان مقترح كمقترح شوقي؟ وقتاش يعني التاريخ تاعو كان كمقترح؟ وقتاش؟ كيفاش وقتاش؟ منذ متى خرجت مبادره الحكم الذاتي المغربيه؟ نعم 2007. في 2007. ومن بعد وقتاش ولات محل نقاش هيئه الامم المتحده مؤخرا.
لا من قبل. كل سنة في شهر أكتوبر يناقش ملف الصحراء في مجلس الأمن، وكل سنة مبادرة الحكم الذاتي المغربية كانت واحد من إطار الحلول. أصلا الاستفتاء منذ سنوات الآن صار لا يناقش في مجلس الأمن. المهم خلاصة القول، سويسرا تدعم مغربية الصحراء. واش انت تسمى برك تسأل فيا برك باش اصبر، سألتني برك باش تدي المعلومات، ولا كنت حاب تمرر فكرة ومن بعد لقيت باللي المعلومات تاعك متناقضة مع واش كنت راح تطرح؟ كان هذا هو الفيديو اللي قدمنا لكم اليوم، كنتمناو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم والدعوات ديالكم. تحياتي.